السلام عليكم. النهاردة هنعمل كفتة الفراخ بطريقة مفيش أسهل منها. أكلة اقتصادية وبصدر فرخة، هنعمل وجبة إفطار ل5 أشخاص. أكلة موفرة وجميلة وعلى قد الإيد، والطعم والريحة بجد رهيبة. يلا نبدأ بالمقادير. معايا بصلة وفلفل ألوان، هي دي كمية الخضار اللي هستخدمها. بقطعهم وأضربهم كلهم في الكبة. وهحتاج صدر فرخة مفروم تقريبا 600 جرام. باضيف عليه نص كوباية فريك، ما تقلقيش طعم الفريك مش هيبان في الكفتة. وباضيف عليهم الملح وفلفل أسود وكاري وبصل جاف وتوم. ما تقلقيش التوم بيكلكع في الشتاء علشان الرطوبة، وكمان ما بيكونش فيه زيوت كفاية. وباضيف البابريكا وبقلب كل المكونات دي مع بعض كويس، وأعجنها وأسيبها في التلاجة 10 دقايق علشان الفريك يتشرب من السوائل اللي نزلت من البصل والفلفل، وكمان حجمه يتضاعف. بقطع الخضار علشان أرصه تحت الكفتة. ممكن تنوعي في الخضار وتستخدمي الخضار اللي انت عايزاه. كمية الخضار دي كانت كتيرة شوية، فطبعًا هاستغل الخضار الزيادة وهازوّق بيه طبق الكفتة في الآخر. باضيف على البصل رشة ملح ورشة فلفل أسود، وباعمل لهم مساج مع بعض. ريحة البصل المزعجة دي هتروح في ثواني، وهتلاقي ريحتهم بقت حلوة جدًا. وباقلّبهم مع بعض وأفردهم في الصينية. باصبّع نُص كمية الكفتة بالشكل ده، وأرصها في صينية حاطة فيها ورقة زبدة علشان الكفتة ما تلزقش. وباصبّع باقي الكفتة كفتة صوابع، وأرصها على صينية الخضار. عملت معايا الكمية دي، وبادخّلها فرن على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي تحت. أخدت منّي 25 دقيقة، وبعد 15 دقيقة باطلّعها وأدّيها مسحة زيت علشان تتحمّر، ورجّعتها الفرن تاني. وخلّي عينِك عليها بتتعرف بالنظر. عايزة أقول لكم ريحتها رهيبة، وطعمها حلو جدًا، وطعم الفريك مش باين فيها. وراضينا كل الأذواق، وبتتقدم جنب طبق سلطة خضرا، وطبق سلطة طحينة، وعيش بلدي أو شامي أو حسب ذوقكم. وصومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.